المنظر بقى خلاني عايزة اكل فسيخ. فسيخ ورنجة وسردين، وعم علي ده اللي واقف ما شاء الله واضح انه مملح الفسيخ في براميل خشب، وده هنتكلم عنه بعدين. وده الشكل كويس قوي، يعني الشكل كويس قوي للتمليح داخل البراميل الخشب مش داخل الصفايح. الأطباء بينصحوا بأن الفرد الإنسان ياكل 150 جرام من الفسيخ. 150، مش فسيختين ومش نحت، ومش اللي بيحصل ده ان ننحت وشفايفنا تورم وتبقى حالتنا حاله. ولكن كل ده هنتكلم مع الدكتوره عزيزتي دكتوره ليندا جاد الحق، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه، اللي مشرفاني في الاستوديو. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور ليكي اهلا وللناس بحضرتك. كلها. ميرسي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه وكل المصريين طيبين ان شاء الله يا رب. قولي لي بقى، شفنا دلوقتي الراجل اللي عامل مملح الفسيخ في براميل خشب. ده الصح، ده الاصح. ده الاصح. اه التمليح له اصول. ايوه، يعني وزاره الصحه منزله منشور بكده، وده احنا لازم كلنا نبقى عارفين البروتوكول بتاعه. ايوه، البروتوكول بتاعه ان يبقى التمليح من 3 اسابيع لمده لشهر. يعني لازم ما يقلش عن 3 اسابيع. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الملح يبقى كتير. في ناس فاكره انها لما تحط الملح قليل كده دلع شويه او عشان صحي اكتر. عشان صحي اكتر. لا، هو الحقيقه ان العكس، ان احنا بنحفظ الاكل بالتمليح. يعني هي الطريقه الفرعونيه السليمه لحفظ الطعام. واحنا دلوقتي كل الحاجات المعلبات دي المحفوظه كلها فيها ملح طبعا، والصوديوم ده اساسي. عشان كده بنقول للناس اللي عندها ضغط ياخدوا بالهم من المعلبات، لان دي ملحها عالي. الحفظ بالملح. بس المهم ان الملح يكون غير فاسد. الملح يبقى خشن مش ناعم كمان. يعني كان في سنين فاتت كان حصل تسمم وفيات نتيجة التمليح بملح كان فاسد. لا، هي يعني بص، هي يعني نسبة ان الملح يبقى فاسد بالنسبة للطريقة، اعتقد الطريقة هي الاكتر كمان. يعني الطريقة الاكتر. يعني عايزين نقول الملح يبقى خشن. في ناس ممكن تحط ملح ناعم. دي من الغلطات اللي ممكن يقع فيها. لا، الملح يبقى خشن، والمدة من 3 أسابيع لشهر، يعني مش أقل من 3 أسابيع. ولما نخزنها في براميل خشب عشان كده الهواء. ايوه بالظبط كده، عشان يتخللوا الهواء. ايوه بالظبط كده. وانا اعرف ناس كانوا بيملحوه في البيت، كانوا بيحطوا الملح في الخياشيم وبيجيبوا خيشه. الخيش ده ويلفوا السمك ويملحوه قوي 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 ويلفوه بالخيشه ويحطوه على حته خشبه. هو ده المفروض. بس كمان في حاجه غلطه تاني ممكن لو احنا هنعمله في البيت الناس بتقع فيها، التجفيف. خدي بالك لما بتجيبي السمكه وتغسليها قبل ما تبتدي تملحيها فيها الاول. لا كمان مش بس كفايه، يعني المفروض انك تعرضيها للشمس. بس طبعا لازم ما يبقاش فيها ميه، لو فيها ميه هتبوظ. فالصح انك زمان كانوا يقولوا ان تعرضيها للشمس ساعتين. انا بصراحه بشوف موضوع الساعتين ده مش حل عملي او مش اكيد. الطريقه بشوفها الافضل ان انت البوتاجاز على اعلى درجه تسخنيه 10 دقائق، وتحطي السمك اللي هتخلليه اللي هتملحيه، وتسيبيه لحد ما يبرد. يعني تسخني الفرن 10 دقائق على اعلى درجه ويطفي، وبعدين وتحطي لحد ما يبرد. لان لو عرضته للشمس الحقيقه القطط هتفرح قوي. القطط هتفرح قوي قوي قوي. طب اعرف ازاي الفسيخه الفاسده الاثنين ريحتهم اعرف ازاي دي فاسده ودي مش فاسده؟ ليها شكل طبعا. الفسيخ الكويس لما تمسكي السمكايه ما هي لا كمان في حاجه مش مهربده. يعني لما تمسكيها تقدري تمسكيها بايديكي، مش تمسكيها تفرول في ايديكي. مهربده. المهربده دي بايظه. سامعين؟ تروحوا تشتروا الفسيخ تمسكوها في ايدكم ماسكه نفسها اذا كانت بتفرول ولا لا. اذا كانت متماسكه يبقى هي دي الفسيخه السليمه. وكمان المنتفخه لو لقوها منفوخه كده لا برضو، لان غالبا ممكن في ناس على فكره زي ما حضرتك كنت قلتي ان بيجيبوا السمك اللي هو طافي على وش الميت
وفي 10 ايام والموسم جاي ويبيعوه. طيب السمك دلوقتي في سمك عالي الملوحه وسمك دلع. يعني انا اروح اقول ايه من فضلك انا عايزه دلع شويه، ده بيبقى ازاي؟ السمك ولا الفسيخ؟ الفسيخ. لا، ما هو مفيش حاجه اسمها كده بقى، عشان كده احنا بنقول الفسيخ لازم يبقى متملح كويس جدا. دي احنا عندنا غلطتين، ان احنا فاكرين لو قللنا الملح ده صح، وفاكرين ان احنا لو ما حطيناهوش يتجفف كويس او في كونتينر خشب او زي الخيش ده الاحسن. في حاجات كتير قوي الناس على فكره لسه ستيل انها مش عارفه الصح. انا بشوف اكياس البلاستيك والحاجات الصفيح البلاستيك ده خطر جدا جدا، بالظبط كده، لان ما فيهوش مسام، بالظبط، ولان الميكروب انت قلتي لا هوائي. الميكروب لا هوائي، يعني عايز حته ما فيهاش هواء فيعيش فيها بقى ويتبسط، فينمو فيها. فعشان كده احنا بنقول القفله الجامده دي اللي هي تمنع دخول الهواء تماما بتخلي الميكروب اللي هو الكلوستريديوم بوتيولينم ده ينمو في الفسيخ. طب بعد اذن حضرتك ناخد المرسي من المنصوره. مساء الخير يا مدام رجاء. مساء النور عليك. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالصحه والسلامه. على حضرة الدكتوره. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله احنا في عاده عندنا بالنسبه للفسيخ، احنا بنشتري قبل معايا حضرتك عارفه الزحمه بتاعه الشراء الفسيخ والحاجات دي، فاحنا بنشتري الفسيخ قبلها بيومين ثلاثه. والراجل اللي احنا بنشتري من عنده طبعا محل مضمون وراجل نظيف وبيخلي برضه في البراميل الخشب وكده، يعني الراجل انا بشتري منه على طول يعني. ايوه. المهم فعلا بنشتري قبل الميعاد بيومين ثلاثه وبتحط في الثلاجه. ده في ضرر بالنسبه للفسيخ ممكن يبوظه ولا حاجه؟ طب هنرد عليك. اتفضل. حاضر يا مرسي، كل سنه وانت طيب. اتفضل. ده جزئيه مهمه جدا، بس نخلص الشكل الاولاني اللي هو بتاع شكل السمكه، وانا هرد على الجزء ده. حاضر. شكل السمكه زي ما قلنا تبقى متماسكه، ما يبقاش فيها بطش، لون اللحم بتاعها يبقى احمر مش ازرق. الخياشيم لازم تبقى لونها اللي هو على روز. واللحم نفسه يبقى محمر مش مزرق. اللي بتبقى وحشه اللي هي لحمها ازرق الميته اصلا. أيوة بتبقى مزرقه. وبتلاقي كمان ليها بطش سودة. لو لقيتي اي بطش فيها لا تعرفي انها بايظه. بالنسبه للسؤال اللي هو قاله ده حلو جدا. احنا عشان برضو الناس بتشتري ومش عارفه بقى يعني الكويس من زياده احتياط. بننظف الفسيخ وبنحطه في الزيت والليمون والخل اساسي، وتحطيه في الفريزر 48 ساعه. في الفريزر مش في الثلاجه. في الثلاجه بعد كده هرميها. بالظبط كده. لا يعني الريحه هتفضل. لا اصل خد بالك التجميد بيحفظ ما بيخليش فيه ريحه. طب يعني دلوقتي الفسيخ يتفصص يتقشر وبعدين يتحط في علبه بلاستيك في ايه؟ مش بصي، والازاز دايما احسن، دايما الازاز احسن دايما. انا شايفه الفسخاني جايب ماشي، ده عشان حاجه اللي هي متداوله. طب لكن لو صحيا نحطه في طبق بايركس بغطا ونحطه في الفريزر لمده 48 ساعه. ده لو في ميكروب بيقتله. وما تنساش نحط الليمون عليه. الليمون بيتحط بدري ولا بيتحط ساعه الاكل؟ لا، بيتحط قبل ما تحطيه في الفريزر. بتحطي الخل وبتحطي الليمون وبتحطيه في الفريزر 48 ساعه. دي طريقه، لان لو في حتى يعني احتماليه أنا كنت لسه بنصح حد ورا الكاميرا بقول له بلاش تحط الليمون بدري عشان ما يمررش. حط الليمون. لا، نحط الليمون ونحفظه دي احسن طريقه يعني، عشان بس زياده تاكيد. طب في ناس بتحط الفسيخ والزيت وحبه الخل والليمون وفلفل حراق. ده مفيش مشكله. الميكروب يمكن يطفش من ريحه من ريحه الفلفل. لا او يمكن ينتعش تبقى شغلانه. لا، وعلى فكره في حاجه، على فكره الفلفل الحراق ده مفيد صحيا. هي المشكله بس ان ممكن يعمل يعني حرقان في المعده. يعني الناس اللي هي حساسه معدتها شويه لا بنقول لهم ياخدوا بالهم منه، او ناس عندها حموضه تاخد بالها منه. لكن هو كناحيه صحيه على فكره هو كويس. دكتوره ليندا، عندنا مرضى السكر، عندنا مرضى القلب، عندنا مرضى كل اللي في عندهم املاح والضغط وكل ده، نصيبهم ايه من الفسيخ؟ الاول نقول مين الممنوعين. الممنوعين الحوامل واللي بترضع واطفال اقل من 3 سنين. دول ممنوعين، ما في يعني ده ما فيهوش كلام. ليه؟ لان لا قدر الله الميكروب قاتل. يعني حتى يعني انك تقدري تستحملي الاعراض بتاعته والافكت بتاعه قوي جدا.
فاطفال اقل من 3 سنين وواحده حامل او واحده بترضع دول ممنوعين. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف واحد عنده 60 سنه مات في فسيخه. ما انا بقول لحضرتك 60 سنه. يعني عشان ارتد طفل ولا ايه؟ لا خد بالك الناس الكبيره انت لما بتكبري بترجعي مناعتك. ما تقوليش بس انت لما تكبري. مش حضرتك ولا حضرتك زي القمر والله العظيم. لا بجد يعني واضح ان التسمم بتاعه قوي جدا جدا. ما يقدرش يستحمله في سن كبير ولا في اطفال اقل من 3 سنين. بيعمل اختناق. قوه. يعمل ايه بقى؟ بص هو بيعمل شلل في العضلات بس بياخد الجسم من فوق لتحت. يعني بيبتدي بالعين، لا بيبتدي بالعينين، زغلله في العينين، صعوبه في البلع، صعوبه في الكلام، تنميل في الاطراف، قيء، اسهال، واخر حاجه لو وصل لها اللي هي العضلات بتاعه الصدر الجهاز التنفسي بتؤدي الى الوفاه. وحنوتي بعيد الشر. فاحنا يا جماعه الكلام اللي بيتقال ده ما تاخدوش ابدا على انه كلام، يعني بجد. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وكل الناس عايزه تستمتع بالاكل وبالفسحه، ولو ان الجو قلبه غريبه جدا جدا، ولكن خدوا المعلومه دي ان كله قليل، كله منه قليل قوي. وعايزه اقول لك تقولي لي بس شنطه بيسموها ايه، الفيرست اد، اللي هي شنطه الاسعافات الاوليه اللي ياخدوها معاهم في الرحله. يعني لازم يبقى في شنطه اسعافات اوليه للحالات دي. ياخدوا ايه قبل الاكل وياخدوا ايه بعد الاكل؟ بصي دايما الفسيخ مشكلته احنا هنتجاوز موضوع الميكروب، هنفترض ان هو كويس ان مفيش مشكله والفسيخ ده تمام واحنا عملنا بس الطريقه اللي انا بقول لك عليها اللي هي 48 ساعه واحنا لسه في وقت بدري في الفريزر. في الفريزر 48 ساعه دي بجد من احسن الحاجات. حلو. الحاجه الثانيه المشكله دلوقتي هتواجهنا الملح العالي. فالملح العالي ده حله ايه؟ حله ان يبقى فيه جنبيه دايما الحاجه اللي هي عاليه في البوتاسيوم. دلوقتي الملح العالي يعني الصوديوم عالي. انا عايزه المضاد بتاعه مين؟ البوتاسيوم. طب موجود ده فين؟ موجود في السلطه الخضراء، موجود في الملانه، الطحينه تقلل الملوحه. عشان كده بنقول يا جماعه حطوا على الفسيخ طحينه. حطوا معاها ليمون كتير. الليمون والخس والبصل والملانه والحاجات اللي هي غنيه بالبوتاسيوم. يعني الفراعنه كانوا عاملين المفردات دي كلها جنب الفسيخ لانهم كانوا عارفين المضار كلها. طبعا. الملانه والخس دي حضاره يا مدام رجاء، دي حضاره. والبصل الاخضر بالظبط. البصل اي لون يعني. البصل كل البصل مطهر. الابيض والاحمر. دول مطهرات. يعني البصل مطهر، وعندك السلطه الخضراء والليمون دول البوتاسيوم عالي اللي يطلع الصوديوم من الجسم او الميه من الجسم. لانك انت عايزه كل الهدف بتاعك انك تقللي الصوديوم. هتقلليه البقدونس كل الاخضر. البقدونس مهم قوي. كل الاخضر يعني كل السلطه الخضراء عندك البقدونس والجرجير والخس والبصل الاخضر والخيار والليمون. كل الحاجات دي بتبقى حلوه. حتى اللي هو الحمص والملانه كل الحاجات دي غنيه بالبوتاسيوم. كمان اللي احنا قلنا اللي انا بحب اضيفها الطحينه برضو كويسه قوي. السفره لازم تبقى متكامله. يعني بلاش ان احنا نحط الفسيخ وجنبيه العيش وخلاص، لا ناخد الفسيخ وجنبيه العيش اللي احنا عايزينه والمكملات السلطه بتاعته. لو في نصيحه هنقولها كمشروب يشربوه، انا بشوف ان الليمون ده احسن مشروب. خد الليمون قبلها وخد الليمون بعدها. لو ناس مش حابه قبلها بعدها ده اكيد. انا بضرب بالليمون بالنعناع حلو جدا الخلاط. حلو جدا. وبقول لهم يشربوه بعد يعني من الحاجات المشروبات اللي نحبها بعد اكله الفسيخ الليمون. انا بشوفها نمره 1. الليمون والنعناع والكركديه والشاي والقهوه. لان خدي بالك الشاي والقهوه والحاجات دي مدرات للبول. يعني بتفضي الميه من الجسم. بتفضي الميه من جسمك. فانت محتاجه لان الصوديوم ده بيعلي الميه في جسمك. انت محتاجه حاجه تفضي البوتاسيوم مع الميه مع المشروبات المدره للبول. كل دي حاجات بتساعدك وحاجات كويسه. الحاجه الثانيه الفاكهه. البوتاسيوم عالي فيها برضو. احنا دايما هدفنا نشوف ايه الحاجه اللي فيها مضاد للصوديوم ده اللي هو الملوحه العاليه. احنا قلنا السلطه احنا بناكل. لما نخلص ناخد فاكهه. بلاش الحاجات الحلوه، مش عايزين سكر تقيل. لا ناخد فاكهه. كل انواع الفاكهه، برتقان، كانتالوب، لسه البطيخ ما طلعش. يعني كل انواع الفاكهه اللي موجوده اللي فيها ميه كتير. انا بشوف الموز ميته مش كتير، بوتاسيوم عالي
لكن انا بشوف احسن حاجه الكنتالوب بصراحه والبرتقال. الكونتالوب حلو قوي، بيبقى جميل جدا. يعني بعد وجبه الفسيخ تحسي حتى ان هو بللك ريقك، يعني تحسي حتى ان هو طري او ميته عاليه، طر على قلبك يعني. عن العطش شويه. بالظبط كده. ناخد بعد اذنك عزت من الغربيه. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. وسام طيبين. وحضرتك طيب. لو سمحت، لو في امراض كبد مثلا، لو كان الكبد دهني وكده، هل ممكن الفسيخ غلط عليه؟ طيب حاضر. بس اللي هي الانزيمات بتبقى يعني ايه مع العلاج ثابت؟ مع العلاج حاضر. حاضر يا فندم. حاضر. دلوقتي احنا كنا اتكلمنا في جزئيه مين الممنوع بالنسبه للمرضى اللي هم الكبد والكلى والقلب والضغط. بنقول لهم خدوا كميات بسيطه زي ما قلنا اللي هو 150 جرام، دول كفايه قوي انهم ما يتحرموش. لكن الفكره ان دايما على فكره 150 جرام ده حلو قوي. يعني هي بتبقى قطعه تقريبا قد كده. حلو قوي. هي مدام رجاء الناس بتاكل بالسمكه. لا ده بينحتوه. والله بينحتوه، يعني مش بيفصصوه، بينحتوه كده تلاقيهم بقى ورموا حالتهم بقت بالظبط. فعشان كده بنقول يا جماعه احنا مش بنحب نحرم، لكن بنقول ان دول بياكلوا اقل مننا، يعني ده اقل مننا ده ضروري. يعني لو الناس بتاخد براحتها، لا المرضى الكبد خاصه الكبد والكلى بنخلي كميه الفسيخ تبقى قليله، لكن ممكن ناكل حاجات تانية. يعني السفره يبقى فيها حاجات تانية ناكلها. الرنجة اخبارها ايه؟ الرنجة احسن من الفسيخ، مش ليه يعني مش ككميه بس كتاثير السمي بتاع الفسيخ اقل. ليه بقى؟ لان الرنجة بتتشوي. الرنجة بتتشوي، خدي بالك. هي متدخنه. متدخنه. هي متدخنه مش مشويه. لا احنا بتشويها في البيت. طبعا. لا بس افرضي انت ما شويتيش الرنجة، يبقى ايه؟ لا بس التخزين بتاعه الرنجة طريقه عمايلها ما فيهاش طريقه الفسيخ، فالرنجة دايما امن كناحيه يعني كسيف. يعني حتى الناس اللي بياكلوا الرنجة مش مشويه امن طبعا. طيب وده مهم قوي. امن وملحها اقل بتهيألي كتير. ما انا بقول لحضرتك هي امن، لكن برضو ككميه بالنسبه للناس المرضى لا، هي الكميه واحده قليله. هم ال 150 جرام يا جماعه يعني قد كف الايد كده بس. وبرضو جنبها الطحينه لازم، ده مهم قوي، او الليمون والسلطه. طبق السلطه. كان بيسالك الاستاذ عزت من الغربيه عن اللي مرضى الكبد. كان هو قال عشان هو كبده دهني. ايوه. احنا قلنا الكميه تبقى قليله، وان هو ياكل حاجات تانية. يعني بلاش التركيز كله على الرنجة او الفسيخ. يعني ليه يعني احنا عايزين الاكل يبقى متنوع. انت عندك الرنجة والفسيخ والبيض. يعني البيض كمان عايزين نتكلم عن البيض وتلوينه. الناس كانت زمان بتلون بالوان ساعات بتبقى سامه، ولكن دلوقتي ابتدوا يستعملوا مثلا الكركم، ويستعملوا ميه البصل، ويستعملوا السلق في الالوان الطبيعيه، وده امن بكتير قوي قوي. طبعا اللي هي الفلوماستر لا. لا الحاجات التانية. وفي ناس على فكره دلوقتي بيجيبوا ستيكرز، يعني بيجيبوا شرايح كده لا بتتلزق على البيضه بعد ما تتسلق، ورق بتعمل صور حلوه قوي. ده اضمن واظرف كتير قوي قوي. ده احسن بكتير بصراحه. بالظبط. وكمان في دلوقتي حتى في السوبر ماركت خدي بال حضرتك في حاجات للتلوين صحيه، يعني حاجات مصرح بيها. ان احنا زي اللي هو بنلون فيه الحلويات والكلام ده. ايوه. في صبغات مصرح بيها ممكن نستخدمها. يعني لو الناس شايفه ان تقيل على قلبهم انهم يعملوا بالسبانخ او بالنعناع والالوان والكلام ده شغلانه يجيبوا اللي هي الالوان اللي هي في السوبر ماركت متوفره، وبتبقى بتدي الوان حاجه ظريفه. وبرضه البيض الواحد ياكله يتناوله بكميات برضه معقوله. البيض بصي هقول لحضرتك حاجه، البيض ده عندنا مصنف ان هو حاجه اسمها ريفرنس بروتين، يعني ده البروتين الايديال هو البيض. والله. تمام. البيض يعني احسن اسمه بقى ريفرنس. المرجع بتاع البروتين هو البيضه، يعني الاحسن حاجه في البروتين هي البيضه كامله، يعني البيض ده بروتين كامل. طيب لاي مريض؟ لاي مريض، لكن ناخد بالنا من مشكله بس بتواجهنا في الصفار. صفار البيض كوليستروله عالي، فبنقول لمرضى اللي هم برضو الكبد والكلى والضغط والناس دي يا جماعه لما ناخد، انا عن نفسي بحب اقول لهم مثلا تسلقي بيضتين 3، تاخدي واحده كامله وتاخدي بياض الاثنين، او تاخدي نص صفار واحده. اقول لك حاجه؟ اتفضلي حضرتك. انا جوزي بياكل الصفار وبيسيب لي البياض. لا حرام. بس انا باكل البياض بحبه. البياض ده جميل،
مش كاوتش حضرتك، ده واي بروتين، ده من والله. احسن انواع البروتين. انا كنت فاهمه ان بتقري انا دايما مكتوب الواي يعني انا كنت بروتين. فاهمه ان انا مظلومه، بس لا مش صح هو اللي مظلومه. مظلوم. اوكي. هو اللي انا كنت مظلوم. فاهمه لا لا اه والله، اصل يروح واخد الصفار الكوره دي ها ويسيب البياض، لا الكوره فاروح ده انا واخداها الكوليسترول. واحس ان انا مظلومه جدا يعني. لا حضرتك بتاخدي الواي بروتين، وده من احسن انواع البروتين. هقول له. فالحاجه اللي انا عايزه اقولها، احنا عايزين نستمتع مم. بالوجبات بتاعتنا، أيوة. وفي نفس الوقت انا حابه ان السفره يعني زي ما بقول لك يبقى في حاجات تانية. عايزين نعمل سلطات موجوده، يعني نعمل سلطه بابا غنوج بالطحينه والزبادي. بابا غنوج برضو اللي عندهم ضغط عالي بلاش كتير قوي البتنجان يعني. بصوا الطحينه حلوه قوي قوي، الطحينه سلطه حلوه. طحينه رهيبه وجميله. سلطه الزبادي بالخيار والنعناع جميله جدا جدا. مع فصين توم حلوين كده. وكمان سلطه البقوليات انا بحبها قوي بصراحه. قوي سلطه الفاصوليا البيضاء ومعاها حمص. والحمص عليها والذره عليها. سلطه الذره بالظبط. رائعه جدا كلهم جدا على جدا. بعض، يعني تعملي الكرومب والكابوتشا والكلام ده والطماطم والخيار، وتحطي عليهم شويه سويت كورن، تحط عليهم فاصوليا حمراء، تحط عليهم شويه حمص. انا بخاف قد من ايه الطبق ده بخاف من حلو. المايونيز ساعات. انا بعمل المايونيز في البيت، ما بجيبش الجاهزه. بعملها في البيت، بعمل الدريسنج في البيت. يعني بعمل حبه الزيت وعليهم الليمون، وباخد ساعات معلقه مستردة حلو وبقلبها قوي. وبضيفها للسلطه، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. البصل البصل مطهر ومنشط للدوره الدمويه. طبعا ومنشط للدوره الدمويه. اه ومن الحاجات اللي احنا يعني لكن تتخيلي انك انت بتاخدي حاجه مضاده للبكتيريا اللي انت بتاكليها. خدي بالك مهما كان التخزين انتي ده. بكتيريا بالظبط كده. ده مطهر ومنشط للدوره الدمويه ويحسن جهاز المناعه. احنا لما ندور على حاجات اللي بتحسن جهاز المناعه بنلاقي البصل والثوم بياخدوا الابر هاند. وعندك كمان اللي يحسن المناعه الزبادي. يعني البصل منشط للدورة الدموية طبعا، ويحسن المناعة ويسبب الطلاق. يعني طب عارفه حضرتك ريحته تروح ازاي؟ بالبقدونس. بالبقدونس. ناخد ياسمين من اسكندرية. الو ياسمين. الو. يا ياسمين، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله. طب انا عاوزه اسالك سؤال معلش. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. انا ما بحبش اكل رنجة، ينفع اكل فسيخ بس ولا غلط عليا، تقيل عليا ولا حاجه؟ طيب عندك كام سنه؟ انا عندي 20. الحمد لله ما فيش اي امراض ولا حاجه. الحمد لله. طيب هرد عليك يا حبيبتي. دلوقتي زي ما احنا قلنا الفسيخ احنا مش بنمنعه، لكن بنقول لهم صدقوني احسن طريقه جربوها ولسه قدامنا في وقت، ان احنا ننظف الفسيخ ونحط عليه الليمون ونحط عليه الخل ونحطه في الفريزر 48 ساعه، لسه قدامنا وقت. وبعد كده تكليب الهنا والشفا. لكن لازم تحط جنبيه السلطه زي ما قلنا، وقلنا الليمون مهم جدا جدا جدا، البصل الاخضر، البقوليات تبقى موجوده علشان تشبعي من الحاجات التانية. فعايزين ازاي ننبسط وازاي ناكل الفسيخ اللي احنا بنحبه ونفضل سعداء ونفضل بصحه جدا، وده مهم قوي قوي جدا. طب يعني كل يا ياسمين زي ما انت عايزه، بس برضه 150 جرام مهم قوي قوي قوي. ايه تاني قولي لي بقى؟ ايه المشروبات اللي ممكن نشربها جنب الفسيخ؟ يعني معاه او بعديه، او انت قلتي لي ان الليمون. الليمون طبعا ده احسن حاجه. احسن حاجه الليمون. قلنا ناخد طبق الفاكهه بعديه، ده مهم جدا. المشروبات الكركديه، النعناع، الشاي، كل الحاجات دي كويسه قوي. اللي احنا عايزين نقوله اللي هي مدرات البول، كل اللي فيها كافيين دي مدرات بول، اللي هو الشاي والشاي الشاي العادي او الشاي الاخضر او الشاي الاسود، كل دول انواع كويسه. او القهوه ما فيها برضو الكافيين ده الدايوريتكس، فهي مضره للبول. عندك العصير البرتقال، عندك عصير الليمون، او عندك طبق الفاكهه، كل الحاجات دي من الحاجات الكويسه اللي هي بتفضي الميه من الجسم. البول من الجسم. الميه من عايز اقول لكم بس المرضى اللي بيتناولوا ادويه فيها كورتيزون يا ريت يخففوا قوي 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 برضه من اكل الفسيخ، لان بيبقى جسمهم قابل لتخزين المياه. طبعا اكيد. فدول يعني يا ريت تخلوا بالك. وكمان الناس اللي عندها حساسيه الناس اللي عندها حساسيه ياخدوا بالهم. اللي في فرق على فكره يا جماعه، الحساسيه بتبقى اللي بطش حمراء، والحساسيه بتختلف من حاجه بسيطه لحاجه سيفير جدا.
يعني من حد ياخد انتي هيستامينيك لحد ياخد حقنه كورتيزون. فعشان كده ناخد بالنا لو في الاعراض جات لهم انهم جسمهم حصل له بقع حمراء او حساسيه من أو الاختناق. لا، الاختناق ده اللي هو كارثة. دي مرحله متقدمه، دي مشكله جامده. طب نقف عند الاختناق ونتكلم علاء من المنصورة. آلاء. آلاء، الو الو، سلام. ازيك يا آلاء؟ الحمد لله. ازيك يا مدام رجاء؟ انا الحمد بحب لله. حضرتك جدا. ربنا يخليكي يا آلاء، ازيك يا حبيبتي؟ انا الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. حضرتك لو سمحت انا بسأل حضرتك، انا يعني ينفع اكل اسال يعني معلش انا متلخبطه، انا بسلم على الدكتوره. اهلا وسهلا. ينفع ان انا عندي ارتجاع في المريء، ينفع ان انا اكل فسيخ؟ وكمان انا عندي قرحه في المعده، ما ينفعش ليمون، ينفع اكله من غير الليمون؟ طيب هنرد عليك. حاضر حاضر يا آلاء. الحقيقة ان الارتجاع في المريء ده بيبقى دي مشكلة. الناس اللي عندها اللي هي الاسيديتي العالية في معدتها، لا بنخاف عليهم من الملوحة العالية، وبنخاف عليهم حتى من اللي هو المكسرات او النعناع او الحمضيات اللي هي البذرة. فاللي عندهم الارتجاع في المريء لا، يعني معلش هياكلي سمك عادي او اكل عادي، مش لازم يعني المشاركه طب تبقى يعني بالفسيخ. اذا كلوه بدري شوية، مش عندها مشكله صحيه. ما انا عارفة الارتجاع. الارتجاع في المريء، الاسوفاجيال ريفلاكس، دي مشكله. طب انا عايزاكي تكلميني عن الارتجاع بالذات بعد الفاصل، لان لازم نخرج فاصل دلوقتي ونرجع تاني مع دكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، وبنتكلم عن اكلات شم النسيم. اسألوني. ساعات بتمنى انكم تكونوا معانا في الفصل وتسمعوا الاسئله الغريبه اللي بتتسال، ان الانسان ياكل البقدونس حزمه ولا 2 ولا 3. يعني انا شايفه ان ده يبقى علف، يعني انسان هيتعلف بقى، مش مجرد انه هيغير طعم بقه او ريحه البق. لان ساعات حتى المدخنين قبل ما بيناموا ساعات بيمضوا عودين مش حزبتين، عودين بقدونس عشان يغيروا ريحة الفم شوية. دكتورة ليندا، وقفنا عند ارتجاع المريء. ارتجاع المريء. لا، ارتجاع المريء لازم ياخدوا بالهم من حاجات كتيرة. لأن ارتجاع المريء الفكرة في إنك بتحسي بحرقان في صدرك بسبب إن الحامض اللي في المعدة بيطلع للمريء. فلما بيطلع للمريء ده مش مكانه، لما بيطلع للمريء بتحسي بالأسيديتي العالية، الأسيديتي ده حمض عالي، فبتحسي بالحرقان وبتقومي بشرقة طبعا رهيبة جدا. طبعا. ممكن توصل للمناخير والعينين طبعا. وكأن في شطة في الزور. ما هي كأنك في شطة فعلا. ما هو ده ال HCl لما يطلع للمريء بيحرقه، فبتحسي بألم فظيع في فم المعدة، مش قادرة تستحمليه. بالإضافة لتآكل الأحبال الصوتية. ما هو هو أما يعلى طبعا لما يوصل الأسوفجاس فوق. فأنت الفكرة إنك أنت بتحطي حامض عالي في غير مكانه، فأي حاجة ممكن يقابلها هيبوظها. يعني الخل ممكن يأذيه، الليمون ممكن يأذيه، الملح الكتير ممكن يأذيه، المكسرات. مش عايز تقولي المكسرات والنعناع. مش عايز تقولي الحاجات اللي بتحبيها. لا على فكرة أنا مش غاوية مكسرات، غير شوكولاتة. ولكن كنت بشرب نعناع كتير قوي. فأنت خوفتيني دلوقتي. طبعا النعناع والمكسرات والشوكولاتة والحراق. مش الشوكولاتة متأكدة إنها وحشة؟ متأكدة والله. متأكدة. والمخللات والحراق والفواكه اللي هي حمضية اللي هي بذرة، زي الخوخ والبرقوق والحاجات دي. والبرتقال او البرتقال والليمون حمضها عالي. والليمون بالظبط كده، الحاجات اللي هي حمضها عالي. لكن الناس في حاجات بتغيب عنهم، اللي هي موضوع النعناع وموضوع المكسرات وموضوع الشوكولاته وموضوع الحراق. مش الناس متخيله ان دي برضه بتفرق معاها، لا يعني دي كمان بتاثر جامد جدا. ده معروف ان يقول لك ايه، انا حاسبه هيقول اعملوا كوبايه نعناع. لا لو حد عنده غازات في بطنه كويسه جدا،
لكن لا، كمون. الكمون كمون كمان المغلي ده طبعا جميل. طبعا جميل بصراحه. اه لكن للحموضه لا طبعا. بص، هي احسن حاجه للحموضه الميه نيوترال. لكن عندك في ناس تقول اللبن مثلا. مم. اللبن له تركه صغيره، ان اللبن فعلا حمضي كمان. لا، اللبن مش موضوع حمضي لو كامل الدسم، المشكله في الدهن اللي فيه. عشان كده اللبن انت لو شربتيه يريحك، لو شربتي لبن كامل الدسم، لو شربتيه يريحك دلوقتي، وكمان شويه تلاقي نفسك مش قادره بتصوتي ومش عارفه ليه، لانك انت لازم تاخدي اللبن خالي. لكن لو خدت اللبن اللي هو الكامل، يعني كميه الدهون فيه عاليه. عالي قوي. الدهون تعلي الحموضه، الدهون تعلي انت قلتي الحموضه. معلومه مهمه قوي قوي. يعني ساعات بيجيبوا اللبن الرايب. ايوه. الرايب اه ده بقى خالي من الدسم. لو خالي من الدسم نشربه. ده على كل الموائد العربيه. خالي نشربه، ده ممتاز. الروب امم اللي هو بيسموه الروب او الرايب. اه ده بيشربوه مع الاكل. ده ممتاز، ده احسن حاجه ممكن تتعمل. مش كده؟ طبعا. طبعا. يبقى مش اللبن كامل الدسم، ولكن أيوة. الرايب او خالي الدسم. اي حاجه خالي الدسم، لو لبن خالي الدسم او رايب خالد. هو الرايب الافضل من اللبن، هقول لحضرتك ليه سريعا كده. لان الرايب فيه خمائر، الخمائر دي بتحسن البكتيريا النافعه اللي في أداء جسمنا. المعدة. بتحسن البكتيريا النافعه. آه. لما تحسن البكتيريا النافعه بتحسن اداء الجهاز الهضمي كله. مهم. فعشان كده دي الميزه اللي ما بين الرايب او الزبادي عن اللبن. اللبن ما فيهوش هذه الميزه، ما فيهوش خمائر. يعني لو انا اللبن ما عنديش خمائر. لو انا ضربت الزبادي في الخلاط ممتاز بصراحه تتشرب جدا. بصي حضرتك، الرايب والزبادي دول يحتووا على الخمائر النافعه. خمائر نافعه، ودي بتخلي الجهاز الهضمي كويس جدا. اللبن ما فيهوش هذه الميزه، وعلى العكس ممكن اللبن يبقى فيه عيب، اللي هو ناس عندها حساسيه اللبن من السكر اللاكتوز. طيب لو واحد عنده خلل في القولون وخد الزبادي، مش ده بيبقى له؟ ده كويس جدا بجد؟ لكن اللبن لا يضايقه. لكن اللبن يضايقه. اللبن يضايقه. الزبادي تريحه. اعرفوا المواضيع دي بسبب موضوع الخمائر. الخمائر اللي هي في الزبادي او في الرايب، لكن اللبن ما فيهوش الخمائر، بالعكس فيه سكر اللاكتوز غالبا ما بيعمل انتفاخ عند الناس. طب سؤال خارج بقى الفسيخ، خارج شم النسيم. الانسان اللي عايز يعيش، يعني بياكل عشان يعيش، بس مش عايش عشان ياكل، محتاج لكام كالوري في اليوم؟ كام سعر حراري؟ كل واحد بحسب وزنه. لو احنا عايزين نخس بنضربه في رقم، لو حد عايز يخس بضربه في 20، لو حد مش عايز يخس بضربه في 25. يعني بطلع لو عدد واحد السعرات. عنده لو وزنه 70 كيلو، لو ضربت في 25 اطلع تضربيه في 25 اطلع السعرات الحراريه اللي تخليه لا يتخن ولا يخس. ده للحفاظ. للحفاظ. لكن عشان يخس اضرب في 20. يعني الوزن في 25 ده عشان للحفاظ. وايه يا ريت تكتبوا الموضوع ده. وبعدين اذا كان وزنه زاد عن 100 فده هضربه في 100 20. هضرب في 20 علشان ده لازم يخس. يعني هنا اخد 4000. لو هو وزنه 100 لا 2000 كالوري. 2000 كالوري. هو صدقيني اللي وزنه 100 ده بياخد تقريبا 4000 كالوري. اللي وزنه طبعا هو ما وصلش الوزن ده من فراغ. وزن 100 ده فما فوق، ما وصلوش من فراغ. دي ناس بتاكل كميه اكل كتيره جدا. هو المشكله ان في ناس بتاكل حتى وان لم تكن جعانه. دي حقيقه. يعني في ناس البق مفتوح بيرموا فيه اي حاجه قدام التلفزيون. يعني قدام التلفزيون يا اما ساندويتش يا اما لب يا اما سوداني يا اما ما اعرفش ايه، طول ما هم قاعدين ايدهم طالعه نازله ومش جعانين. تسليه. حاجه غريبه جدا. تسليه. فده يمكن من دواعي السمنه. احنا في المره اللي فاتت فاكره لما قلنا لهم طب كلوا الفشار، علشان يعني نحط دايما حط البديل اللي الناس تقدر، يعني لما تقولي لها تقولي لها ما تبطليش اكل، لكن اقدر اجيب لهم حاجه هم بيحبوها ولو كلوها هينبسطوا. طب لو كان السوداني هيتخن. السوداني هيتخن. لو ازقز اللبه الصغننه دي هيتخن. طبعا عارف حضرتك ليه؟ هي اللبه الصغننه دي غير كده مليانه ملح مضره، لكن انت لما بتاكلي الفشار ده ذره حبايه كامله. عايز اقول هل البوب كورن ده الفشار
اللي احنا بنشتريه دلوقتي في كيس مجهز وعليه زبده في انواع، وفي في ملح. عليه زبده، في عليه كراميل، في عادي. خلينا نتكلم في الفشار العادي العادي اللي هو معلوش زبده خالص. اصل انت الزبده ده مضاف، يعني بيبقى مكتوب عليه من هو محطوط عليه زبده. في واحد تاني بيتكتب مكتوب عليه كراميل، ملح. كراميل. في واحد ملح، الملح ده الطبيعي العادي يعني مش عليه زبده او كراميل. فاحنا ناخد العادي، مش لازم يعني ناخد ولو انا جبت الكراميل. الذره وعملته عملتها طبعا في تبقى الميكروويف دي حلوه مش جدا كده؟ جدا. انا بصراحه بعمله في الميكروويف تحفه. مش كده؟ والله تحفه. اسمعي الطقطقه بتاعته الجميله دي وبعدين طلعيه في السلطانيه وتقعدي بقى ايه؟ بالظبط جميل. يعني ده ولا السندوتشات اللي جبنه الرومي والتشيدر اللي بالعيش الفينو شغاله 4 المتسيحه دي عارفه عارفه حضرتك، انا والله العظيم حسيت ان اكتر حاجه بتخن الناس هي سندوتشات الفينو بالجبنه التشيدر والجبنه الرومي. اكتر حاجه مش بيحسوا انهم كلوا. هي يعني اخدت ساندوتش هو ده، والله انا ما اكلتش طول النهار، ده انا اخدت بس 2 ساندوتش، ده انا جعانه. هي الفكره دايما بنقول انت كلتي ايه. لو حسبتي السعرات اللي في عيش الفينو بالجبنه التشيدر وحطيتي قدامها ممكن تاكلي طبق شكله عامل ازاي، مش هتتخيلي. من بعد ده بيقولوا كميه ممكن اخد بقى شاي اخضر من غير بالظبط سكر كده او بيبسي او اسمها اي مشروب دايت يعني. عايزين نقول على المياه الغازيه بعد الاكل. أيوة. حتى في شم النسيم في ناس فاكره انها لما بتشرب المياه الغازيه بتبطل لا انها بتستريح بتهضم. أيوة. بيساعد على الهضم. الحقيقه لا، هو ما بيساعدش على الهضم. ليه بقى؟ طب ايه الاحساس ده جاي منين؟ الاحساس ده جاي ان المياه الغازيه في حاجه اسمها الكربون دايوكسيد CO2. ده غاز انت لما بتشربيه لازم جسمك هيطلعه. زي البوتاس. انا عمري ما شربت اي مياه غازيه، تخيلي، في حياتي. لا هي المياه الغازيه حضرتك يعني الاحساس انا شربتها، عشان كده انا عارفه هم حاسين بايه. هم بتحسي بعدها انك فعلا استريحتي. بس انا دورت بصراحه عشان اعرف يعني ايه السبب. زي ما بقول لك، هو الغاز الكربون دايوكسيد لما بيطلع من جسمك بترتاحي، لان هو مش احنا مش بنحبه، مش مريح بالنسبه لنا. فالارتياح نتيجه ان هو طلع ده اللي خلاكي تحسي انك ارتحتي. يعني لكن مش عن ان هو طريق مهدد. التجشؤ. ايوه. طب يعني ابقى قاعده جنب حد يشرب ويروح متجشئ جنبي كده، ما هم بيحسوا انهم ارتاحوا. طب هم ارتاحوا وانا اتعب؟ لا 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 لا. في منى من كفر الشيخ معانا. الو يا منى. ايوه اهلا يا منى. اهلا مدام رجاء معايا. ايوه يا فندم، تحت امرك. ايوه مساء الخير. اهلا بحضرتك، ازيك؟ مساء الخير للدكتوره. اهلا بيكي يا حبيبتي. دكتوره ليندا جاد الحق. لو سمحتي ساعات الواحد بيبقى عندي اللبن اقوم احطه على النار ابص الاقيه جبن. ده باظ. لما يجبن كده يبقى بايظ. يبقى باظ. طبعا احنا ده الاختبار بتاع يا اللبن. ترى ممكن انا بعد ما يبرد لو ضربته في الخلاط استعمله زي اللبن؟ لا ده باظ. ولا ما ينفعش؟ لا ولا تقربي له. طبعا ده الاختبار بتاع اللبن. يعني انا لما احب اعرف اللبن ده كويس ولا لا، بحط شويه لبن في معلقه على البوتاجاز، لو لقيته قطع معايا يبقى ده بايظ. يقول لك اللبن قطع. قطع. كلمه قطع دي على طول ترميه في البلاعه، ما ينفعش. ما ينفعش ولا تستعمليه في اي حاجه تانية ابدا. لا كتل. لا ده بايظ. لا هي فاكراه متخمر يمكن. لا ده باظ. لا. شكرا فندم. معانا محمد من اسكندريه. اهلا محمد. الو. ايوه يا محمد. ايوه ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا محمد، عامل الحمد ايه؟ لله. قول يا حبيبي، عايز ايه؟ الو. ازيك يا مدام رجاء؟ سامعاك يا حبيبي، انا سامعاك. الو. ايوه محمد. الو محمد، وطي التلفزيون واسمع. لا محمد ذهب مع المهم. عملنا تصوري ان يعني اللبن لما بيقطع ده استحاله انك تستعمليه تاني. طبعا. لا طبعا، ده احنا بنقول ازاي تعرفي اللبن باظ ولا لا؟ انت لما بتغليه لو قطع معاكي خلاص ده باظ. خلاص انتهى، مش كده؟ خلاص ده باظ طبعا. اكيد. وساعات في ناس بيبيعوا لك لبن على انه لبن حليب، وهو بيبقى ساعات لبن مخلوط بالبودره. برضه انت بتغليه بتحسي بده. طبعا بتحسي انه مش اللبن الطبيعي. وطعمه بيبان ازاي؟ وطعمه بيبقى خفيف قوي، مش كده؟ بيبقى خفيف زي الميه.
صايد. ايوه بالظبط كده، آه. خفيف قوي، مش هو ده اللبن. ويجي يعني العذر يجي يقولوا اصل ده لبن سكيمد ميلك اللي هو لبن خالي. لا، حتى اللبن الخالي شكله شكل اللبن العادي، دي نفس قوام نفس اللبن. قوام اللبن طبعا. مش معنى ان هو سايز كده ان هو ده خالي، لا خالص. الناس متخيله ان هو عشان خالي من الدسم، ابدا لا. طب نرجع للمشروبات الغازيه. انت قلتي على المشروبات الغازيه اللي موجوده، واللي دي بتريح بعد ما بتتجشأ ويطرد. هم بيحسوا انهم ارتاحوا. اه هم بيحسوا انهم ارتاحوا واللي بسبب جنبهم قرف. يعني وبعدين فعشان كده بنقول لا. هو وبعد كمان شويه يحس ان عنده انتفاخات وغازات في بطنه ومتضايق وحاسس ان هو مش مستريح. كل ده بسبب المياه الغازيه. لان خد بال حضرتك، المياه الغازيه دي احنا قلنا الكنز الواحده او الكوبايه فيها كام المشروب كالوري؟ دي فيها 10 معالق سكر. سيبك من حتى من 10 الكالوري، معالق 10 سكر. معالق سكر. يعني لو انا خدت 10 كوبايات شاي طول النهار بالظبط، كأني خدت علبة واحدة من دول. من الكنز. دي حاجة. الحاجة التانية غير الأحماض اللي فيها بتعمل تسوس في الأسنان، بتعمل هشاشة في العظم. والله يا جماعة الكلام ده مش بس يعني إحنا بنقوله خلاص، لا دي حقيقة. يعني فعلا المياه الغازية دي بتبوظ السنان، بتبوظ العظم، بتعلي السكر، سبب السمنة الرئيسي. يعني من أسباب السمنة الرئيسية المياه الغازية بجد. خلاص عشان بتوع المياه الغازية هيستنونا على باب المدينة. عندنا حبيبة من اسكندرية. ألو. أيوة حبيبة. حبيبة. يعني أنت ما بتنصحيش بشرب المياه الغازية؟ لا خالص بصراحة. المياه الغازية لأنها فعلا بتسبب هشاشة. دي حقيقة. وكمان حاجة تانية الناس بتغفل عليها، في ناس بتشرب المية بالصودا. الناس مش متخيلة ان الصودا دي مشكلة جامدة جدا. يعني في ناس بتتخن بسبب المية بالصودا. انا والله مرة واحد عندي يعني ادور في اكله مش لاقية حاجة ان هو بيعمل حاجة مشكلة. لا استني بقى، انا هقف عند المعلومة دي واخد حبيبة الاول لانها رجعت. ايوه حبيبة. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا رجاء. اهلا بيكي يا حبيبة، اتفضلي. كنت عايز اسال الدكتوره بعد ان انا كنت حامل من 8 شهور وحصل حمل بعد 8 شهور. كانت بريجننت. اتفضلي. في زياده في الوزن طبعا، فعايز اظبط، عايزه يعني دايت اثناء الحمل اللي هو يظبط الوزن خلال فتره الحمل بحيث ان انا ما اجيبش الزياده قوي يعني وزن كبير. حاضر. انت عايزه تعرفي تزيدي قد ايه اثناء فتره الحمل؟ يعني كده؟ المفروض يعني نزيد قد ايه؟ ولكن ما حدش بيمشي على المفروض ابدا. بعد الحمل بينزل البيبي ويفضلوا قد كده. هي اثناء الحمل. انا بقول لك طب قولي لي بقى بالنسبه للحبيبه الاول وبعدين نكمل في موضوع ميه الصودا. الصودا طبعا. حبيبه عايزين نقول بس على فكره واضح ان هي من الناس المحافظه وحابه ان شكلها يبقى حلو. الناس اللي بتقدر انها تحافظ على وزنها في خلال فتره الحمل دي بعد شهر من ولادتها بترجع لوزنها الطبيعي اللي كانت عليه قبل الحمل. فدي بجد دي الناس اللي بتحافظ على وزنها. الوزن اللي مسموح لك فيه من 9 كيلو لحد 12 او لحد ماكسيموم 15 كيلو، ده اثناء فتره الحمل. توزيعها ال3 شهور الاولى على بعض 2 كيلو ونص. ليه؟ لان بيبقى فيها ترجيع وتعب والاجهاد اللي بتبقى في 3 شهور الاولانيه. في ناس ما بتزيدش خالص، وفي ناس لو زادت يبقى 2 ونص. الباقي كله يعني لو 10 كيلو او 11 كيلو اللي فاضلين ما بين ال6 شهور اللي فاضلين. وطبعا بيبقى اخر 3 شهور بيبقى اكتر من ال3 شهور اللي في النص. فتزيد بس اثناء الفتره دي الكميه دي زي ما نقول من 9 لحد 15 كيلو، ده الماكسيمم بتاعها. ما فوق كده بيفضل في جسمها بقى، يفضل يستقر بقى يستقر اللي هم 30 كيلو 35 حضرتك اللي بتسمعيه. ارقام. ناخد مدحت من المنوفيه. الو يا مدحت. الو. ناخد احمد من اسكندريه. لو سمحت حضرتك بس انا كنت عايز اسال الدكتور بس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا احمد. لو سمحت حضرتك بس انا كنت بلعب حديد ومتجوز لي 4 سنين وبطلت طبعا بعد الجواز شويه، وميزاني دلوقتي 100 كيلو، بس ال 100 كيلو دول انا مش لاقي لهم زياده، يعني انا بس زدت في منطقه البطن شويه.
واما باجي اقف على الميزان بلاقي وزني 100 كيلو، بس انا مش شايف حاجه للزياده دي خالص، هو بس منطقه البطن شويه. طيب انت كنت وانت في الجيم عشان تعمل العضلات كنت بتاخد اي حاجات مشروبات علشان تعمل العضلات لا 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 لا, لا يعني اكتر حاجه خدتها اللي هو الامينو، اللي هو كانت مكملات غذائيه بس. طيب ده مش مكمل غذائي الامينو ده مش مكمل غذائي ابدا، ده مش ابدا، مكمل غذائي ده يا جماعه خالص، ده مكون عضلاتي. مش مكمل غذائي خالص. وده على فكره كل الجيم، كل السبا والحاجات دي بيدوا للناس عشان ياخدوا نتيجه سريعه ويبقوا كانهم هم اللي ادولهم النتيجه دي. للاسف انهم زي ما حضرتك سمعتي بيقول لك مكمل غذائي، مش حقيقي. لا ده مش حقيقه، ده مش مكمل غذائي، ده حاجات كلها بتلعب في تكوين الجسم وبتأثر على جهازين مهمين جدا، الكبد والكلى. يا جماعة الحاجات الأمينو أسيد وكل المشروبات اللي هي لعمل العضلات البادي بيلدينج والكلام ده، وفي الجيم اللي بتشوفوه ده أكتر حاجة بعد كده. بصوا 3 حاجات، الكلى والكبد ده ناحية صحية، في ناحية بقى اللي هي الخصوبة عند الرجال بيعانوا بعد كده من الخلفة. احنا بنقول اهو في ناس والله زمايلي دكاتره بيقلل فرصه جدا جدا، عندهم ناس لانه ما حدش بيقلل الخصوبه ما بيخلفوش بسبب القصه دي، وبعدين يجي يقولوا ما حدش قال او ما حدش نبه. ده احنا بنقول اهو. دي نقطه مهمه جدا. انت بتسال ليه الميزان زايد رغم ان انت مش شايف ده على جسمك، لان خد بالك انت اللي بيوزن على الميزان الميه والعضل، فالعضل ما بتبانش بالعين لكن توزن. يعني لو واحد زاد كمية من العضل، نقول مثلا 4 كيلو، شوف 4 كيلو، لو جيت تبص على جسمه مش هتحسهم لأن العضل ما بيشغلش مساحة. دايما اللي بيشغل مساحة الدهن، الدهن هو اللي بيشغل المساحة. عشان كده بنقول الناس اللي بتخس صح بتخس مقاس وليس ميزان. الميزان أنا ما بحبش أبص عليه أصلا، لكن أنا أحب إن أنا أقيس محيط الوسط وبناء عليه احكم قد ايه نزل محيط الوسط من اي حد. يعني لو منطقه الارداف نقيس منطقه الارداف، لو محيط الوسط نقيس محيط الوسط، الصدر نفس الحكايه. يعني القياس هو ده الرجيم الصح. ناخد اسامه من المنصوره. سما انا اسفه، سما من المنصوره. ايوه اهلا يا سما. ايوه مدام بقى الجاوي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي. وانا عيالي بيشربوا على طول الشريبس والحاجات دي، ازاي اعالجهم؟ ازاي بيشربوا الشويبس والحاجات دي؟ مش سامعه الصوت فيه ايكو جامد. قولي تاني كده يا سما. سما بقتش موجوده اعتقد قالت بالمية يعني الشويبس والحاجات دي، ده اللي انا سمعته او بسرعه كده، اللي يعني زي المياه الغازيه يعني شوف الكلام ده. اعتقد كده اسم معين. قالت ازاي انهم ازاي تعلمهم انهم ما يشربوهوش. يا ريت يا ريت. طبعا يا ريت. هو ده بيبقى لان استسهال، يعني لان ما بقاش دلوقتي البيت زي زمان ان احنا نعمل العصاير الحلوه. يعني الام تبقى واقفه وتحط ولادها معاها في المطبخ تعمل مثلا لبن بالجوافه، لبن بالفراوله، لبن بالموز، ويقفوا معاها. وفي كل طفل بيحب حاجه، لكن مش انا اعمل لهم العصير ده هو ده اللي هيتشرب. بيروحوا هو المدرسه مش عقاب، يروحوا الكانتين وياخدوا الكنز. دي حقيقة. ما برضه التاجر عايز يبيع والمصنع عايز يروج بضاعته. ونطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا جدا ومحدش بيعمل حسابه خالص. وعايزاكي برضه تكلميني تاني عن الصودا. نطلع فاصل واسألوني. حتى لو كانت الأم حريصة جدا إنها تعمل بعض العصائر في البيت وتوقف أولادها جنبها، ولكن أخذ المصروف وراح المدرسة وراح الكانتين واشترى برضه المياه الغازية، أو معرفش كان في حاجات تانية كمان، ولكن المياه الغازية بالذات اللي هنتكلم عنها دلوقتي
واللي المفروض ان احنا كلنا عارفين انها بتسبب هشاشة العظام، وبتعمل ايه تاني؟ تسوس الاسنان. وتسوس الاسنان. دي الحاجات الاساسيه اللي بتعملها. بتاكل المينا. المينا بتاعت السنان. يعني شوفوا بقى المينا بتاعت السنان وعظم الجسم بيتاكل بنفس الطريقه. بالظبط. وكمان من الحاجات التانية المقرمشات اللي بتتباع في اكياس محفوظه كلها دي برضو من الحاجات اللي دايما المواد الحافظه اللي عليها. المواد الحافظه على البطاطس المقليه والحاجات اللي في الاكياس اللي بتتباع. فاللي عايزين نقوله ان احنا عايزين يعني حتى انت عارفه حضرتك يا دكتور، حتى في المدارس الانترناشونال لما بيجيبوا حد كمطاعم بيجيبوا من مطاعم الفاست فود. طب ليه ما بيبقاش الحاجات اللي هي السلطه الخضراء، السلطه اللي عليها مثلا صدور فراخ، السلطه اللي عليها تونه، العصير الفريش بيتعمل، يعني ليه ما يبقاش ده هو اللي موجود في المدرسه؟ يعني ليه ما نعملش السندوتشات او السلطات؟ يعني بدل ما نجيب الحاجات اللي هي السلاسل المطاعم الامريكيه والوجبه. انت بتقولي حاجه، من امتى كان المتعهد حريص على صحه المستهلك؟ من امتى؟ لا احنا عايزين ان المدرسه هي الحريصه على صحه الاطفال. فاحنا بص يا مدام رجاء، الحاجات بتبتدي ساعات المدرسه بتأجر الكانتين لحد خارجي بيعمل الحاجات دي. وبصي يعني احنا المنظومه كلها عايزه يحصل فيها اصلاح. ناخد محمد من الدقهليه الاول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. منوره يا مدام رجاء وبحيي الدكتوره. اهلا وسهلا بيك. والله تسمحوا لي بس اتكلم عن الشق الثاني من التغذيه. التغذيه تشمل الطعام والشراب. سامعني حضرتك؟ اتفضل حضرتك. الو. ايوه الدكتوره معاك، اتفضل. بالنسبه للشراب انا اقول لحضرتك على حاجه. لو لاحظنا مدارس سن المدارس كله معظم الاطفال في المدارس بيعانوا من انيميا ومشاكل، رغم اسر كويسه والتغذيه كويسه الانيميا موجوده. وانا رايي بدون دراسه يعني السبب تلوث مياه النيل. يعني يمكن كان ليا مداخله مع الاستاذه رجاء قبل كده، وكان حد وعد ان هيقضي على تلوث النيل في 6 شهور. اما بيحصل السده يعني معلش هو شق مهم جدا. اما بتحصل كلمه السده الشتويه في مياه النيل معظم اسماك المزارع بيحصل لها مس في دس. ايوه كلها بتموت بسبب الهيفي ميتالز او المعادن الثقيله، الزرنيخ والرصاص والصرف اللي بيوصل ده. ممكن محطات تنقيه المياه ما بتشيلش المعادن الثقيله. ايوه ده سبب بتاثر على وقاع العظام وبتاثر. ده شق مهم جدا، يعني يعتبر تسمم عام لاطفال مصر الكبار. فمش هنقدر نقضي على تلوث مياه النيل. ليه اقتراح جايز حد يسمعه، ان مياه الشرب والتي تستعمل في الطعام تؤخذ من قبل وصول التلوث للنيل، عبوة 5 لتر أو 10 لتر قبل ما النيل يوصل لمدن التلوث، والمية تنقى وتوزع على الجمهورية مية للشرب والاستعمال الشخصي. شكرا يا فندم، طبعا هي معلومة مهمة قوي قوي قوي. شكرا لاتصالك. معانا سماح من القاهرة. الو. ايوه مدام رجاء. انا معلش انا بعمل مداخله زي حضرتك الاول. الله يسلمك يا حبيبي، ازيك؟ وحضرتك انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا. ميرسي قوي يا سماح. معلش كنت عايزه اسال دكتوره ليندا على بعض الحاجات. اتفضلي. اول حاجه انا سمعت عن نوعين من الرجيم. انا كنت بلعب سباحه الاول وكان وزني 70 كيلو وكان وزني كويس جدا. من اول ما بدات الثوره بطلت السباحه خلاص. دلوقتي وزني 90 كيلو. وتعبت طبعا في موضوع الرجيم، كل شويه يجي لي اكتئاب بطلت الرجيم خالص. دلوقتي سمعت عن رجيم اللقيمات ومش عارفه يا ترى ده كويس ولا لا، وطريقته لو الدكتوره تقدر يعني تدينا نبذه عنه، لان مش عارفه اوصل له لانه على النت جايباه. طيب حاضر يا سماح. في رجيم اللي هو كنت سمعت عنه رجيم عن طريق اللبن، ان انا اخد 2 في الاسبوع لبن بس وبالليل عصير طماطم. طيب فمحتاجه اعرف بس يا ترى ده كويس وفعلا بيخسس ولا لا، وفي نفس الوقت انا محتاجه صحتي، يعني مثلا مش عايزه صحتي يحصل فيها اي مشاكل لاني اوكي يا سماح. على صحتي. اوكي يا سماح، شكرا. هناخد بسرعه بهاء من اسكندريه، وده اخر تليفون وعايزين نرد عليهم بسرعه. ايوه بهاء، اهلا. مساء الخير يا مدام رجاء. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. لو تسمحي انا كنت بس بسال الدكتوره. انا وزني 95.
95. وعندي كرش شويه كبير، فكنت عايز اخسسه شويه. طب سؤال، عملت كذا رجيم ما نفعش معايا. انت الوجبه الرئيسيه بتاعتك امتى؟ الظهر، الغداء. الساعه كام؟ يعني من 6 يعني. نعم؟ الساعه 6. الساعه 6. ما بتتعشاش بعد كده؟ لا. طب حاجات خفيفه يعني كده. يا بهاء يا بهاء، لا يعني اللي بيكذب بيروح النار يا بهاء. يعني ممكن بدايه يعني. جاوبي له بقى يا ست. شكرا يا بهاء. طيب هنجاوب هو الاول. طيب بالنسبه لموضوع الكرش اللي هو بيعاني منه دايما، لان بصي في كذا سبب. اولا نوع الاكل المقلي يعمل الكرش، العيش الكتير اللي هو العيش الفينو، الجبن الرومي زي ما احنا قلنا، والتشيدر، الجبن الصفراء. هو ممكن يقول لك انا ما بتعشاش، بياخد ساندوتش زي ما قلنا، الجبنه اللي هو الفينو بالجبنه الصفراء، هو مش متخيل انه اتعشى. اللي عايزين نقوله انه ايه، المياه الغازيه، المقلي، المياه الغازيه، الدهون العاليه، المكسرات في النتس نوعين. في النتس اللي احنا بنحبها اللي هي النيه، دي كويسه جدا جدا، لكن اللي هي متحمصه ومتحمره قد كويسه جدا الى اي مدى؟ يعني قدامي طبق نتس مش محمر كويس، الكاشو والمش عارفه ايه والحاجات دي، افضل اكل منه؟ لا، لحد 12 واحده يعني، القد تاخد كده كبشه في ايدك كده يعني كبيرة. مش 120. عموما احنا لان وقتنا للاسف خلص. خساره، بس كنا نرد على الناس. مش عارفه يا سماح، الحقيقه سماح. كنا عايزين نقول لها ممكن تقولي بسرعه قوي. هو الرجيمات اللي هي قالت عليها دي مش صح، اللي هو رجيم اللبن والطماطم ده مش صح، مش يخلي صحتك كويسه. اللقيمات ده حلو، بس خدي بالك ان الفكره بتاعته انك بتاخدي كميات صغيره. يعني احنا بناكل مثلا 4 وجبات او 5 وجبات في اليوم، لا انت هتخليهم مثلا من 7 ل 8 وجبات صغيره صغيره صغيره. دي بتدي نتيجه كويسه لو زودتي البروتينات، يعني الاسماك، يعني البقوليات، يعني الزباديات، يعني اللبن، كل دول بروتين. فلو زودتي البروتين قوي هيبقى صحتك كويسه، طبعا مع السلطه هتبقى صحتك كويسه وتخسي. دكتوره ليندا جاد الحق، استشارة التغذيه والعلاجيه والسمنه، متشكره قوي لتشريفك للبرنامج. ميرسي لك يا حبيبتي، كل سنه حضرتك طيبه والناس كلهم طيبين. وتصبحوا على خير، ولقاء جديد ان شاء الله الاسبوع القادم مع اسالوني.